عزيزي اهلا بيك في حلقه جديده من اضطراب في الكبسوله. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من الاضطراب في الكبسوله. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وحساس لكل اب ولكل ام، الا وهو تاخر النطق عند الاطفال. الموضوع ممكن يكون مقلق لناس كتير، بس لما نعرف ازاي نتعامل معاه الامور هتتحسن بشكل سريع. خليك معايا وهنعرف كل حاجه عن الاضطراب واسبابه وكمان ازاي نتعامل معاه. خليك معايا. اول حاجه لازم نعرف ايه هو اصلا تاخر النطق. تاخر النطق دي بتبقى مشكله لما يكون الطفل ما بيبداش يتكلم او يكون كلمات في الوقت اللي هو اصلا المفروض يبدا يتكلم فيه. يعني مثلا الطفل اللي يكون عنده مثلا سنه ونص وما يكونش مثلا لسه بيقول كلمات زي بابا او ماما، ده بيكون في تاخر في تطور الكلام عنده. وكمان علامات بتدل على تاخر النطق زي مثلا ان هو بيكون عنده ضعف في ان هو يتكلم وتطور الكلام عنده، او مش قادر يعبر عن مثلا ان هو عايز مثلا يشرب زي كلمات بسيطه زي مثلا انبوه او الحاجات البسيطه اللي هو بيتكلم الطفل فيها في سن صغير. طب ايه الاسباب اللي ممكن تحصل عشان يتسبب تاخر النطق؟ اول حاجه عندنا ممكن يكون عنده مشاكل في السمع، زي مثلا الاصابه مثلا بالتهابات الاذن المتكرره، ده بيخلي ان هو الطفل مثلا ما بيكونش بيسمع بوضوح، فده بيأثر ان هو يوصل له الصوت ويفهم معنى الصوت او يترجم الصوت، فبالتالي يقدر يعبر عن نفس الصوت او الكلام اللي هو بيتكلم بيه. وتاني سبب معانا هو التاخر في النمو العصبي للطفل. بعض الاطفال اللي بيحصل لها تاخر في النمو العصبي ودوت اللي اصلا بيساعد على تطور الكلمات عند الطفل. وثالث سبب ممكن يكون عنده مشاكل في العضلات اللي هي بتكون مسببه او بتساعد في نطق الكلمات، زي مثلا اللسان او الشفايف، دي لما بيكون في مشاكل فيها بتؤدي لصعوبه في الكلام. واخر سبب معانا والسبب دوت متكرر كتير قوي بالذات في الفتره اللي احنا فيها دي، هو عدم التفاعل الكافي مع الاطفال. يعني مثلا الام او الاب بيبقى سايب التليفون مع ابنه اللي هو يفضل سايبه معاه، او فكره مثلا الطفل يفضل قاعد قدام الشاشات كتير، ده كل ده بيسبب ان الطفل يحصل عنده تاخر في النطق، لان مفيش تفاعل كافي مع الطفل ان هو يقدر يكون عنده حصيله كلمات او ينتج كلمات. طب انا ازاي اعرف ان ابني عنده تاخر نطق ولا لا؟ في شويه علامات ممكن تلاحظوها، خليك معايا. اول حاجه ان يكون ابنك عدى السنه ونص ولسه ما بيكونش كلمات او بينطق كلمات زي بابا او ماما، دي كلها كلمات بتبقى موجوده في الاول. ثاني نوع معانا ان هو ابنك يكون ما بيستخدمش الاشاره، يعني ان هو مثلا ما بيستخدمش مثلا الايماءات بتاع الجسد، او ان هو يشاور على الحاجه ان هو يعبر عن رغباته ليه، يعني مثلا عايز كوبايه ميه او عايز اكل ما بيعرفش يشاور على الحاجه زي اللي هو مثلا بيبقى عايزها. ثالث حاجه عندنا هو صعوبه فهم الطفل، ان انت ما تكونش مثلا كأم مثلا او اب مش عارف تفهم الكلمات اللي الابن بيقول، لانه بيتكلم كلام مثلا بصوت واطي او بيكون مثلا بيطلع اصوات غير مفهومه وغير واضحه. ورابع حاجه عندنا هو تكرار الكلمات والصوت، ان ابنك دايما هتلاقيه بيكرر نفس الكلمات اللي انت بتقوليه، اللي هو ما تسمعش الكلام يقول لك ما تسمعش الكلام، عامل ايه عامل ايه زيك ازاي، يفضل يكرر نفس الكلمات من غير تحديث او تطور في الكلمات، فدوت برده من ضمن العلامات. طب ايه تاثير تاخر النطق دوت على الطفل؟ اول حاجه طبعا في علاقته الاجتماعيه مع اللي حواليه، هيبقى في صعوبه في ان هو يقدر يتواصل مع اللي حواليه. وكمان تاني حاجه التحصيل الدراسي بتاعه، هيبقى في صعوبه في ان هو مثلا يفهم المعلومه او يقدر يعبر عن المعلومات اللي موجوده عنده. وكمان ثقته في نفسه هتبقى قليله جدا لانه مش عارف يعبر عن رايه او يقدر يتكلم. طب انا ازاي اقدر اتعامل مع تاخر النطق بقى؟ اول حاجه طبعا ان انت تروحي لدكتور اطفال للتاكد بس ان مفيش اي مشاكل صحيه تسبب في حاجه من الحاجات دي. تاني حاجه ان هو افضل اتحدث مع الطفل، ان هو يكون موجود، مثلا اجيب له قصص مثلا احكيها له، جمل، افضل اتكلم معاه بجمل واضحه وتكون بسيطه. وكمان خليه يقرا كتير. وكمان تشجيع الاطفال عن طريق الالعاب التفاعليه، زي مثلا احنا ممكن نكون مثلا نجيب له بازل، نجيب له مثلا مكعبات، لحاجات التفاعل مع الاطفال دي بتزود كمان. وكمان برضو لازم نجيب له بطاقات مثلا او الكروت اللي هي بتبقى فيها الرسومات او الاشكال او الخضروات، نخلي مثلا بيقراها، الحاجات الملونه ديت بتشجعه وتحفزه ان هو يقدر ينطق الكلمات بشكل احسن. في بعض الحاجات انت كأم لازم تتوجهي للاخصائي، لان في حالات بتكون ساعات بتبقى شديده جدا، فالمفيد لينا ان احنا نتوجه للاخصائي عشان برضه يساعد في تطوير المهارات بتاعته. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. بس اهم حاجه لازم نكون عارفين ان مشكله تاخر النطق مشكله مهمه، بس لما نعرف ازاي نتعامل معاها الموضوع هيبدا يتطور ويتحسن بشكل ملحوظ. واهم حاجه ان احنا لازم نكون محافظين على صحه ابنائنا وصحتنا كمان. خليكم معانا واستفادوا دايما، واهم حاجه ان انتم تكونوا يا رب دايما استفدتوا النهارده في حلقتنا دي، وانتظرونا في الحلقه الجايه. سلام.